انت كنت تعرف ان كلمة مسيح معناها الممسوح؟ الكلمة جاية من العبرية مشيح ومن اليونانية كريستوس، وده معناه الشخص اللي اتكرس أو اتخصص لمسحة مقدسة من عند الله. في العهد القديم كان الملوك والكهنة والأنبياء يمسحوا بزيت مقدس. المسحة دي علامة إن الله اختارهم وبيقدسهم للخدمة، زي ما حصل مع الملك داود لما سموئيل النبي مسحه بالزيت وحل روح الرب عليه. لكن كل المسحات دي كانت رمز لمسحة أعظم، مسحة السيد المسيح نفسه. يسوع هو المسيح لأنه ممسوح بالروح القدس بلا حدود، والإنجيل يقول روح الرب عليا لأنه مسحني لأبشر المساكين، لوقا 4:18. يعني كلمة مسيح مش لقب عادي، لكنها إعلان إن يسوع هو الملك الحقيقي والكاهن الأعظم والنبي الكامل، هو الممسوح من الله لخلاص البشرية كلها. فلما بنقول يسوع المسيح، إحنا بنعلن إيماننا إن يسوع هو المختار والمكرس والممسوح بالروح القدس عشان يدي حياة أبدية لكل من يؤمن به. سؤال الحلقة: إيه هم الصفران اللذان بالعهد القديم بأسماء نساء؟